بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح السي فريم. فوائد السي فريم: ممكن تخلي بار تتحرك وراك زي البيتس. من غير كلام طويل خلينا نخش بسرعة على الكود. هنتعلم في السي فريم بالظبط 1 2 3 4 5 6 حاجات. أول حاجة خلينا نشرح السي فريم دوت نيو. عشان نستعمل السي فريم هنكتب بار دوت سي فريم يساوي سي فريم دوت نيو. فعايزين أول حاجة نشوفها احنا هنعمل ايه. عايزين نخلي مثلا البارت ده يتحرك، هو دلوقتي هو في مكانه، عايزين يتحرك 5 وحدات ناحية اليمين. عشان نعمل كده انت كتبت له هنا الصفر مثلا، عايزين نحرك ناحية اليمين اللي هو نحركه على أي محور. لو بتلخبط من المحاور هتلاقي عندك فوق هنا المحور مثلا، عايزين نحركه على المحور اللون الأحمر. هنا عندنا اللون الأحمر هو المحور إكس. هنيجي عند المحور إكس نكتب 5، خلي واي 0 والإكس 0 وزد 0. انت لو حركتها انت هنا بتديله مكان جديد. يعني الكلمة دي معنى ان انت لو جيت هنا مثلا على البارت، هنا ده سي فريم، حطينا 5 0 0، زي ما انت شايف نزل تحت الماب. لو بدأت اللعب وهو نزل تحت الماب كده البارت هيختفي. فانت عايز تقول له هنا ايه، من مكانه ذات نفسه حركه 5 وحدات ناحية اليمين. فدي هنا نكتب عشان تجيب مكانه ذات نفسه اللي هو لازم تكتب هنا برضه السي فريم. وعشان تدمج الاتنين مع بعض كأنك بتقول زائد، عندنا في السي فريم مينفعش تقول زائد، تكتب علامة الضرب شيفت مع 8. وعشان نشرح السي فريم بالظبط، السي فريم بيبقى جواه عبارة عن بوزيشن والاورينتيشن. الاورينتيشن اللي هو الدوران بتاعها، دايرة حوالين محورين. فلو جينا هنا مثلا كتبنا الاورينتيشن ناحية الاكس 90، فتلاقيه لف معانا ناحية دي كأنك قلت له كده. ده عبارة عن الاورينتيشن. ومع البوزيشن طبعا اللي هو البوزيشن، لو كده غيرت مثلا هنا خليتها الاكس من 4 ل7، فهتلاقيه اتحرك. هكتب على الكود بسرعة جربه. شايفين غير مكانه. اهم حاجة تتأكد عشان الكود بيشتغل معاك ولا لأ. تيجي هنا عند البارت تكتب انكور، لازم تتأكد الانكور هنا بترو. عشان لو خليتها فورس، انكور معناها ان البارت بيفضل ثابت من مكانه هنا. لو خليته فورس فيقوم نازل لتحت. هو انت هنا لو لغيت كان كولايت، كان كولايت عبارة عن، خلينا نجرب بسرعة. لو دخلنا هنا على البارت جيت تحاول تخش ناحية البارت تلاقيه بيتحرك معاك. ليه مش عارف تخش جواه؟ عشان هو كان كولايت عندك بترو. لو لغيت كان كولايت هينزل لتحت برضه عشان انكور هنا فولس. بس اللي احنا شايفين هو مش بيتلمس يعني. نشرح اكتر ثواني. حطينا كان الانكور بترو، خش. انت هنا تقدر تعدي منه. دي فايدة كان كولايت. ببساطة لازم أول حاجة تتأكد إن الكود يشتغل معاك، لازم يكون الأنكر بترو. كده خلصنا أول جزئية يعني نيو. خش على اللوك آت. لو أنت عندك هنا بارتين، البارت الأول والبارت التاني، أنت عايز تخلي البارت التاني ده يبص على ناحية البارت الأول. فدي هنا اكتب بارت، حدد البارت اللي أنت عايز تبقى خليه يبص عليه. أنت عايز تخلي البارت التاني هنا اللي هو اسمه بارت 2 يبص على بارت 1. فدي هنا نكتب بارت 2 والسي فريم يساوي سي فريم دوت لوك آت. هنا بياخد منك متغيرين. عايز المكان اللي هو هيبص منه، يعني أي مكان هيبص منه. هو عايزين يبص يخليه يبص من نفس المكان بتاعه هنا. تكتب بار دوت بوزيشن. وعايزه يبص على اني بوزيشن او اني مكان، عايزين نخليه يبص على المكان اللي هناك ده، مكان البارت الاول. هنا نكتب بارت تو دوت بوزيشن. دخلوا بقى. شوف المشكله فين. لوك. بص هنا حد نسيت كتبت الاتنين بالغلط. خلينا الاول يبص على التاني. اه حد بيتلخبط عشان اتنين مع واحد بيلخبطوني بسرعه. انت المفروض هنا تخليها هنا اتنين ودي واحد. انت عايز تخليه من مكان البارت ده، كنت كاتب مكان البارت التاني. خلينا البارت التاني. بص اهو كده بص على
بس نغير اسامي عشان ما نتلخبط بينهم. ستارت وهنا اند، نغير اسم غيره ونخلي مثلا اي حاجة اند ستارت. كده خلصنا اللوك ات. خش على الانجلز. انزل اللي احنا شرحناه هنا، خش على السي فريم. الاورينتيشن ده عبارة عن الانجلز. انت مثلا عايز تخليه يدور حوالين ايه؟ يعني مثلا في البارت ده عايزين ندوروا على انهي محور. زي ما احنا عارفين المحور الاحمر هو محور اكس. بص مثلا مهما حركنا هنا تلاقي الاكس عندنا بيتغير، فاحنا عايزين نخليه مثلا وش ده يبص لفوق، فعايزين نحركه ناحية ايه؟ 90 درجة. عشان نعمل الكلام ده نخش هنا نكتب بارت 2 او خلينا اسمها ستارت دوت سي فريم هيساوي من نفس المكان بتاعه برضو. خليه عشان يبدأ من نفس المكان، انت بتعرفنا انه بيبدأ من نفس المكان. وعشان نجمع عندنا الجمع زي ما قلنا في السي فريم هو الضرب. سي فريم دوت انجلز. وعندنا انجلز هنا بياخد بالديجريس، يعني مش بياخد، ما ينفعش تكتب هنا رقم صحيح مثلا 92 يديك ايرور. لازم تكتب له بالرقم الزاوية اللي هو الديجريس. فتكتب هنا ماس دوت ديجري راد راديوس يعني 90. انت بتقول له يدوره 90 درجة. معنى الراديوس هنا 90 درجة. خلينا نجرب. احنا شايفينها بتشتغل. تقدر بس عمال تخليه يلف في أنهي محور. بس ممكن تخليه في المحور الزد وهكذا. ماشي كده خلصناها. نخش على اللي بعده. لوج فيكتور ورايت فيكتور واب فيكتور. عشان نفهم بسرعة، اللوج فيكتور عبارة عن انت مثلا لو دخلت جوه البار كأنك بتبص قدامه، هو ده اللوج فيكتور بتاعه. والرايت فيكتور هو اليمين، واب فيكتور. فاحنا مثلا عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ عايزين نقول له اتحرك من مكانك من ناحية من قدامك 5 وحدات لقدام. تيجي هنا عند الستار نكتب ستار دوت سي فريم. احنا اتعودنا نكتب من بداية مكانه ستار دوت سي فريم في، خلينا نكتب فيها عشان نفهم ليه. ستار دوت سي فريم عشان نجيب الرايت فيكتور نكتب سي فريم دوت لوك فيكتور في، زي يتحرك كام وحدة؟ 5 وحدات. هنا يدينا ايرور عشان ليه؟ ما ينفعش هنا اللوك فيكتور بيطلع لك فيكتور 3، فما ينفعش تضرب سي فريم في فيكتور في 3. فاحنا هنا هنجمع عشان زي ما احنا عارفين عندنا جوه السي فريم عندنا بوزيشن. هنا كأنك بتقول له كده بيجمع دي على دي. هنا هنقول له اتحرك 5 وحدات قدام من نفس مكانك. زي ما احنا شايفين اتحرك 5 وحدات. عشان نلاحظ الفرق هنكتب هنا تاسك دوت ويت. اتحرك 5 وحدات لقدام، وهكذا مع الباقي. مثلا خليه يتحرك 5 وحدات ناحية اليمين، خليه بعدها يتحرك يستنى ثانية اتحرك ناحية فوق أو فيكتور. شايفين اتحرك لقدام، اتحرك يمين وفوق. كده خلصنا الجزئية دي برضو. كده خلصنا الباقي. نخش بقى دلوقتي على الليرب. عشان نستعمل الليرب هنكتب مثلا ستار دوت سي فريم يساوي ستار دوت سي فريم دوت ليرب. عندك هنا بياخد متغيرين الجول والألفا. الجول عبارة عن انت مثلا الجول ان انت عايز تتحرك ازاي، يعني مثلا يتحرك قدام ولا تخليه يلف. فاحنا عايزين دلوقتي يروح نفس مكان البارت ده، فنكتب هنا جوه الليرب عايزين نروح فين. نكتبه انت بارت دوت سي فريم. الألفا عبارة عن النسبة بين الطريق، وبيكون آخرها انت بتبتدي من 0 لحد 1. عندك مثلا 1/10 2/10 و3/10 وهكذا لحد ما توصل للواحد. وعلى نسبة الطريق يعني مثلا هنا انت قلت له يجي البارت الأول يروح هنا، فالطريق لو حطيته 1 فهيكون مكانه على طول هنا، ولو حطيته نص فيجي في نص الطريق هنا ويقف. عشان نشوف شرح عملي نكتب مثلا هنا لو عايزين نقف في نص الطريق نكتب دوت 5 5/10. مشوفناش الفرق برضو عشان ما نحط تاسك ويت عشان نشوف الفرق.
استنى، 1 2 وراح لنص الطريق. ليه؟ عشان حطينا له 5/10. لو عايزين نروح للمكان كله فنخلي هنا 1 كده، راح نفس المكان كله. وهكذا ممكن تخلي 2/10، فهي هيقف في نص الطريق مثلا، هيبقى هنا وكده. كده خلصنا. نخش بقى على الانفيرس. عشان نفهم الانفيرس اكتر هنيجي هنا البارت اللي قدام، نخليه بس القيم ثابتة بس عشان نطلع. ماشي. ممكن بالانفيرس ده مثلا تعمل ايه؟ انت عايز تخلي مثلا البارت اللي هنا ده بدل ما يكون باصص للبارت الاول، عايزين نخليه يبص للبارت اللي هنا. عشان نعمل كده نعمل ايه؟ عايزين نجيب المسافة بين هنا وهنا ونخليه يبص هنا. خلينا نخش على الكمبيوتر عشان نفهم. هنجيب السي فريم بتاع البارت الاول، وخلينا نجيب البارت الاول دوت سي فريم انفيرس في البارت ستارت دوت سي فريم، ونعمل الروت سي فريم تساوي اند بارت سي فريم في الاوفست. ثواني وهنشرح الكود كله. ده شايفين اتنفذ هنا عندنا. ايه بقى اللي حصل بالظبط هنا؟ الانفيرس، خلينا الاول نجيب هنا print inverse dot position. لو جينا بصينا على السي فريم بوزيشن تلاقي ان دي بتاعت دي، وعندنا دي بس هنا 29 بالسالب، ليه عندنا 29 بالسالب وهنا موجب؟ عشان هو هنا عكس لنا بالانفيرس. فهنا في السكوت ده هو عمل لنا ايه؟ جاب لنا الاتنين دول، وفي هنا معناه ان هو عمل لنا طرح. لو جبت الانفيرس وضربتها في سي فريم بتاع بار التاني كان بتقول هنا بدل الضرب بيطرح. هنا هو لما طرح عمل لنا ايه؟ خلينا بقى برنت الاوفست بوزيشن نشوف الفرق. يعني شايفين هنا جاب 29 سالب 29 زائد ناقص 29 هيديك صفر. طرح لك هنا الأربعة ناقص 4 تاني برضه صفر. الحاجة الوحيدة اللي زادت 100 عشان مش هيطرح منها حاجة -5. بعد ما جاب لنا البوزيشن بتاع دي، هنا انت بتقول له هنا جيب لي من الموقع بتاع السي فريم بتاع البارت ده اضربه لي في الاوفست، اللي هو هيديك في الاخر نتيجة اللي هو يبقى شكله هنا كده نفس دي. يا رب تكون وصلت عشان بصراحة ما عرفتش اشرحها بطريقة اسهل من كده. يعني عايزين نشرحها اكتر مثلا نيجي هنا عند البارت، خلي دي هنا كده صفر مثلا، ودي صفر. هنا بقت بالطريقة دي، لو خليت هنا -5 بس فهتبقى هنا. انت عايز تقول له يجيب من المكان ده وخليه هنا. فانت هنا عايزين نجيب مثلا البوزيشن بتاع دي هتبقى كام؟ البوزيشن بتاع اكس برضو بصفر، وهنا صفر. هنا هتبقى هنا 14 عند الواي، فنيجي هنا نخليها 14. زي ما احنا عارفين ان علامة الضرب هنا مجموعة معناها زائد، انت هتجمع السي فريم بتاع ده بده. الاوفست هنا عبارة عن سي فريم برضو زيها. احنا هنا بنجمع. هنيجي عند البارت دي هنا ثاني برضو، هنا عندنا -21، هناخد دي كده ونجمعهم على دي. نيجي عند البوزيشن زد وزائد -5 زي ما احنا شايفين بقى كده. فهو الكود باختصار بسيط عمل كده، عادي يجمع بس مع السي فريم. رب تكون وصلت وفهمتوها، وبكده نكون خلصنا السي فريم
رب يكون في منطقة في حاجة مش فاهمينها اكتبوا لي وانا ان شاء الله بقى اشرحها. والسلام عليكم.